السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا، أهلا بكم في أول حصة في فرع الرياضيات. والدرس اللي معانا النهاردة بيتكلم على نظرية ذات الحدين، أول درس معاه في المنهج. نسأل الله التوفيق إن شاء الله، وتكون سنة جميلة ويعدي المنهج على خير. تعال نشوف هندرس إيه النهاردة إن شاء الله. النظرية دي كنا بندرسها الأول في الصف الثالث الثانوي، وقبل ما كنا بندخل لتالتة ثانوي كنا بندرس حاجات مهمة جدا في تانية ثانوي. طب وأنا أنزل لك الحاجات دي في تانية ثانوي وأنت ما درستش الحاجات اللي أنا محتاجها في أولى؟ فعشان كده لازم نبدأ سريعا أعرفك على حاجات. عند حاجة اسمها مضروب العدد، وشكل المضروب يا شباب بيبقى عامل كده، وبكتب داخل منه العدد اللي أنا عاوزه وليكن كاف مثلا. طيب شكل المضروب ده بيتعمل ازاي؟ وهل يمكن ان انا اجيبه بالآلة الحاسبة؟ اه طبعا. المضروب مثلا لما اقول لك مضروب عدد شبه الخمسة، قال لي المضروب ده بيتفك ازاي؟ قال لي بفضل واخد العدد خمسة ده انزل بيه لحد ما اوصل للواحد، يعني خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد، اضرب الاعداد دي كلها في بعض. يعني ده هتبقى خمسة في اربعة في تلاتة في اتنين في واحد، هيديني الناتج 120. اجيب عدد مثلا شبه مضروب الاربعة، هيساوي اربعة في تلاتة في اتنين في واحد، هيدينا 24. عدد شبه مضروب التلاتة، هيديني تلاتة في اتنين في واحد، هيطلع الناتج ستة. عندي شبه مضروب الاتنين، يبقى اتنين في واحد، وهكذا بقى باتنين. مضروب الواحد يديني واحد، ومضروب الصفر برضه بيديني واحد. ده حاجات لشكل المضروب. طيب المضروب ده شكله على الآلة الحاسبة فين؟ تعالى كده اوريك. ده بالنسبة لي شكل آلة حاسبة اهو، زي الآلة الحاسبة اللي معاك بالظبط. أنا عاوز أجيب المضروب مثلا. شايف الرمز ده اللي هو إكس أس سالب واحد؟ في فوقه إكس بالأصفر أهي، جنب منها علامة تعجب، هي دي علامة المضروب. يعني إحنا جبنا مضروب الخمسة من شوية ب 120. طب أنا عاوز أجيبها بالآلة الحاسبة، باجي رايح كاتب العدد اللي هو خمسة، وادي شيفت عشان أجيب الصفرة اللي فوق ده، تكة شيفت المضروب. الناتج هو 120 زي ما احنا جبناه. طيب انا عاوز اجيب مثلا مضروب الاربعه، اكتب العدد الاول وبعد كده الشيفت، علامه الايه؟ علامه المضروب، يطلع الناتج معايا 24 زي ما احنا طلعناه، وهكذا. يبقى اول حاجه هتعلمها ده يسمى ايه؟ مضروب شكله بالشكل ده. انا مش عاوز ادخلك في متاهات، انا عاوز اديك الحاجات اللي هتخدمك في الدرس بس. طيب اهم حاجه هتخدمني في الدرس حاجه اسمها التوافيق. التوافيق، التوافيق يرمز لها بالرمز، يرمز لها بالرمز قاف. قاف ده رمز التوافيق. اتكتب ازاي؟ ما يكتب القاف ديت، بيتكتب فوقها كده عدد، وتحت من يعني فوق على اليمين من فوق عدد، وتحت على الشمال في عدد. تقرأ ألف قاف ب. ألف قاف، خد بالك النظرية كلها تعتبر اللي مشغلة التوافيق، عشان كده لازم تركز في الحتة اللي جاية دي. لها قانون ولها طريقة وتستخدم بالآلة الحاسبة، يعني التلاتة موجودين معايا. طيب القانون قال لي ايه؟ بنفس القانون اللي احنا استخدمناه هنا، قال لي بيساوي مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب الفرق بينهم. واحنا عرفنا المضروب ده بيجي ازاي. يعني لو بنطبق الكلام ده على الشكل اللي قدامي ده، هقول له مضروب اللي فوق هيبقى بالنسبة لي مضروب مين؟ مضروب الألف، على مضروب اللي تحت هيبقى مضروب الب، في مضروب الفرق بينهم اللي هو ألف ناقص ب. طب تعال نشوف الحاجات ديت بمثال. اما اقول لك مثلا خمسة قاف تلاتة، قال الكلام ده هيساوي مضروب اللي فوق اللي هو مضروب الخمسة على مضروب اللي تحت اللي هو مضروب التلاتة في مضروب الفرق بينهم اللي هو مضروب الاتنين. طيب احنا جبنا مضروب الخمسة اهو ب 120 على مضروب التلاتة ب6 في مضروب الاتنين ب2.
هيطلع الناتج 10. طيب دي طريقه باستخدام المضاريب. لو انا عاوز طريقه تانية اسهل من غير ما استخدم المضاريب، عندي طريقه اسهل. انا بقول لك نفس الكلام اهو، 5 ق 3. بص يا باشا، بيتفك ازاي التوفيقه دي؟ بتتفك ازاي؟ قال لي هو العدد اللي فوق كام؟ 5 واللي تحت كام؟ 3. قال لي خلاص، مش انا اصلا المضروب بفضل افك العدد لحد ما اوصل للواحد؟ لا، في التوافيق انا هفضل افك العدد اللي فوق اللي هو 5، هفضل انزل بيه بعدد مرات تكرار اللي تحت. يعني اللي تحت 3، يبقى انا اللي فوق ده هنزل كام مره؟ 3 مرات. فهيبقى 5 في 4 في 3 وبس على كده. وانزل تحت امسك العدد اللي تحت انزل بيه بقى لحد الواحد، هيبقى 3 في 2 في 1. فك لي الكلام ده يدينا 10. تاني، 6 ق 4. اللي فوق كام؟ اللي فوق 6. اللي تحت كام؟ اللي تحت 4. يبقى هفضل نازل من اول الستة كام مرة؟ 4 مرات. فيبقى عندي 6 في 5 في 4 في 3 على، هنزل بالاربعة 4 مرات، هيبقى 4 في 3 في 2 في 1. الأربعة في 3 مع الأربعة في 3، وده هتديني 30 على 2 فيها ال 15. يبقى طريقة فك التوافيق اللي هحل بقى النهارده عندي قانون ما تستعملوش، ده يعتبر تبسيط للقانون. أنا بقول لك 5 ق 3، بكرر العدد اللي فوق بعدد مرات العدد اللي تحت على العدد اللي تحت، بنزل بيه لحد الواحد. ثابت الكلام ده، موجود على الآلة الحاسبة، موجود على الآلة الحاسبة، ويمكن استخدامه، ما عنديش أي مشكلة خالص، يمكن استخدامه على الآلة الحاسبة. أنا عندي سؤال كان بيقول لي 5 ق 3 اللي احنا طلعناه ب 10. هو مش ظاهر عشان الآلة الحاسبة خدت جزء من الاشتعالة كده اهو. 5 ق 3، تعال نشوف هتتعمل ازاي. الأول لما أجي أكتب على الآلة الحاسبة أنا ببدأ الأول بالعدد اللي فوق اللي هو 5. القاف ده على الآلة الحاسبة شايف علامة القسمة؟ في فوقها كلمة بالأصفر اسمها NCR. الN ديت بتبقى العدد اللي فوق اللي احنا كتبناه 5. طب السي دي بتيجي ازاي؟ بتتك شيفت الاسم يديني السي دي اللي هي القاف عندي. طيب الار احنا قلنا 5 قاف كام؟ 5 قاف 3، الناتج 10. من غير وجع دماغ خالص، ولا قانون يسمع باستخدام الآلة الحاسبة، مفيش مشكلة بالنسبة لك عشان هي حاجة بالنسبة لك انت ما درستهاش، بس مش هتعرف تشتغل من غيرها. طيب المثال الثاني كان 6، اكتب الست قاف شيفت على 4، ادي الاربعه بيساوي 15 زي ما احنا قلنا بالظبط. في اي مشكله لحد الان؟ مفيش اي مشكله ان شاء الله. طيب اول حاجه هنتعلمها ازاي افك مفكوك ذات الحدين. بيتفك ازاي مفكوك ذات الحدين؟ ده بيساعدني ان انا افك اي قوس مرفوع لاي اس، اي قوس مرفوع لاي اس. اما اقول لك مثلا عاوز افك الف زائد ب الكل اس نون، قال لي القانون اللي عامل اللي بستخدمه. ركز بقى في القانون اللي هستخدمه اللي هحل بيه اي مساله. باخد الاس اللي فوق اللي هو نون قاف، المفروض الدليل بتاعي اللي هو هيبقى ر. هفهمك دلوقتي كل حاجه بس خليك معانا، بديك القانون العام. الحد الاول زي ما هو، اس الفرق بينهما. الحد التاني اللي هو ب اس الدليل. الدليل ده اللي هو هنسميه اللي هو العدد اللي تحت هنسميه الدليل. طيب اما اقول لك مثلا س زائد 1 الكل اس 5، انا عاوز افك المفكوك ده. مبدئيا عدد حدود المفكوك اهو، اهو واحده واحده بس كده. عدد حدود المفكوك بتاع ذات الحدين، عدد حدود المفكوك بيساوي نون زائد 1. يعني ايه نون زائد 1؟ يعني اس المفكوك وبيزيد على حد. يعني لو انا بفك مفكوك من الدرجه الثالثه يطلع معايا 4 حدود، لو بفك مفكوك من الدرجه الخامسه يطلع معايا 6 حدود. المفكوك اللي كنت بفكه من شويه كنا بنقول فك لي س زائد 1 الكل اس 5. بص يا باشا، صلى على النبي.
وتعالى نشوف هنفك المفكوك ازاي. انا ببدأ الاول من اول الصفر، ببدأ من اول الصفر. 5 أس المفكوك هنا كام؟ 5. قاف صفر. الحد الأول اللي هو س، أس الفرق بينهم بين العددين دول 5 ناقص صفر يديني 5. الحد التاني اللي هو 1 أس الدليل اللي هو صفر. وهكذا بفضل ماشي لحد ما أوصل ل5 قاف 5. فالكلام ده يديني زائد. الحد اللي بعدها يبقى عندي يلا بعد الصفر يبقى 5 قاف 1. الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 4. التاني اللي هو 1 أس الدليل اللي هو 1. الدليل ده اللي هو بيبقى تحت. زائد مكملين 5 قاف 2. الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 5 ناقص 2 3. التاني اللي هو 1 أس الدليل 2. في حاجة تانية، في طريقة تانية، ان انت تجيب اول حد بس اللي هو 5 قاف صفر، وركز بقى بص السين هنا كانت اس كام؟ اس 5. بقت اس كام؟ اس 4. بقت اس كام؟ اس 3. المره اللي بعدها تبقى اس كام؟ اس 2. المره اللي بعدها تبقى كام؟ اس 1. اخر مره تبقى اس كام؟ اس 0. طب بص على العدد اللي هو التاني في المفكوك، اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 اس وهكذا. هيبقى عندي اللي على الدور 5 قاف 3، بس القانون احسن. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 2. التاني اللي هو 1 اس الدليل 3. الحد اللي عليه الدور 5 قاف 4. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 1. التاني اللي هو 1 اس الدليل 4. اخر حد 5 قاف 5. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 0، والتاني 1 اس الدليل هيبقى 1 اس 5. هنبدأ نفك الحاجات دي. 5 قاف صفر، اي حاجه قاف صفر بتديني 1، يبقى ده تديني 1. وده طبعا اي عدد الصفر بواحد فيديني س اس 5. عاوز تعملها بالاله الحاسبه اعملها بالاله الحاسبه. زائد 5 قاف 1، لو الاساس 1 فبيديني نفس العدد اللي فوق، يعني هيديني 5. 5 قاف 1 ب5. س اس 4. 1 اس 1 ب1. زائد 5 قاف 2، لو فكناها تبقى 5 في 4 على 2 في 1، يبقى 5 قاف 2 هتديني 10. س أس 3. زائد 5 قاف 3، يعني هكرر الخمس 3 مرات يبقى 5 في 4 في 3 على مضروب التلاتة اللي هي 3 في 2 في 1 هيديني برضو 10. والسين هتبقى أس 2. 5 قاف 4 بالآلة الحاسبة بقى تديني 5، والسين هتبقى أس 1. اخر حد 5 قاف 5 زي 5 قاف صفر بالظبط، يعني بتديني كام؟ بتديني 1. يعني لو الاساس اللي تحت، لو العدد اللي تحت صفر، او العددين متساويين الناتج بيديني 1. وسين اس صفر ب1، 1 اس 5 ب1، فالحل هيديني 1. لو عدينا الحدود ادي 1 2 3 4 5 6، عشان اس المفكوك كان كام؟ كان 5. طب يلا تاني مثال تاني، بقول لك س ناقص 2 الكل أس 4. يلا مع بعض كده هنبدأ الأول ب4 قاف صفر، يبقى عندي 4 قاف صفر. الأول اللي هو س، الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهم هيبقى 4. التاني اللي هو سالب 2 أس الدليل يبقى 0. زائد الحد اللي بعدها 4 قاف صفر يبقى 4 قاف 1. الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 3. الحد التاني اللي هو سالب 2 أس الدليل هيبقى 1. زائد 4 قاف 2. الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 4 ناقص 2 2. الحد التاني اللي هو سالب 2 أس الدليل هيبقى 2 برضه. زائد 4 قاف 3. الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 1. الحد التاني اللي هو سالب 2 أس الدليل 3. آخر حد بالنسبة لي 4 قاف 4. الحد الأول اللي هو س أس الفرق بينهما 0. الحد التاني سالب 2 أس الدليل 4. وهنبدأ نجمع. احنا قلنا أي حاجة قاف صفر بواحد. خلاص، أي حاجة قاف صفر بواحد يبقى يديني آدي س أس 4 وسالب 2 أس صفر بواحد زائد 4 قاف 1. قلنا لو الأساس 1 بيديني نفس العدد يبقى 4.
وادي س أس 3 وسالب 2 أس 1 هيديني سالب 2 زائد 4 ق 2 يعني 4 في 3 ب 12 على 2 في 1 12 على 2 يبقى فيها 6 س أس 2 وسالب 2 أس 2 يبقى 4 زائد 4 ق 3 4 ق 3 تديني 4 في 3 في 2 على 3 في 2 في 1 الناتج يطلع 4. وبالآلة الحاسبة بقى قلنا ايه العدد شيفت القسمة العدد اللي تحت س أس 1 اللي هي س وسالب 2 أس 3 بسالب 8 زائد 4 ق 4 قلنا زي 4 ق ايه؟ زي 4 ق صفر هتديني 1 وس أس صفر برضه بواحد وسالب 2 أس 4 يديني سالب 16. تعالى نبدأ ندرب الدنيا في بعضها. ادي س أس 4 زي ما هي 4 في سالب 2 بسالب 8 س تكعيب 6 في 4 ب 24 س تربيع 4 في سالب 8 بسالب 32 س 1 في سالب 16 بسالب 16. طيب عاوزك تاخد بالك من شويه تفاصيل. اول تفصيله قلنا لما الأس 5 طلع لي 6 حدود. طب لما الأس 4 يطلع لي 5 حدود. طيب لما الاشاره بتاعت المفكوك كانت موجب كانت جميع حدود المفكوك موجبه كلها طالعه بالموجب. طب لو الاشاره سالب يا مستر هتلاقي الحدود بتقلب، يعني حد موجب اللي جنبه سالب اللي بعده موجب اللي بعده سالب وهكذا. احنا نسينا حد ولا ايه؟ 1 2 3 4 5 تمام؟ لا تمام ماشي اهو بيقلب مره موجب مره سالب. بس هنا عندي سالب 2 اس 4 سالب 2 اس 4 بموجب 16 بموجب 16. ما هو المفكوك لازم يمشي مره موجب مره سالب مره موجب مره سالب يبقى عليه الدور موجب. سالب 2 اس 4 الاس زوجي بيشيل السالب معذره. تمام؟ ده طريق ده المفكوك بالنسبه لي. في تفصيله تانية بقى ان انت المفكوك هنا كان اس كام؟ كان اس 5. لو رحت على حد هتلاقي ان مجموع اسس السين او الرمز اللي عندي 5. يعني الحد الاول ادي السين اس كام؟ س اس 5. هنا س اس 4 ادي س السين بالنسبه لي بيحصل لها ايه؟ بتنزل تنازليه بتنزل. هنا س ناقص 2 الكل اس 4. ركز في السؤال هيبقى عندي 4 يبقى هبص الاقي لما يبقى عندي المفكوك هلاقي ان الحد الاول في المفكوك اللي هو س بيحصل ايه للاسس؟ الاسس بايه؟ بتتناقص. الاسس ايه؟ بتتناقص. والحد الثاني في المفكوك الاسس بيحصل لها ايه؟ بتتزايد زي ما قلنا. تعالى هنا السين كانت اس كام؟ اس 4 بقت اس كام؟ اس 3 بقت اس كام؟ اس 2 بقت اس كام؟ اس 1 وهكذا. لو بصينا زي ما قلنا لاي مجموع الاسس في اي حد من حدود المفكوك لازم تدينه اس المفكوك. يعني اس المفكوك هنا كان كام؟ كان 5. تعال هنا جمع الاسس 5 زائد 0 يديني 5 4 زائد 1 يديني 5 3 زائد 2 يديني 5. دي تفاصيل لازم اخد بالي منها من المفكوك. تعالى عندي حاجه بتجيب لي احنا المفكوك بالنسبه لي بيديني حدود كتير. طب في ساعات يقول لي ايه انا عاوز حد معين. انا عاوز حد معين يعني يقول لي مثلا اوجد في مفكوك س زائد 3 الكل اس 6 اوجد معامل الحد المشتمل على مثلا س اس 4. اوجد معامل الحد المشتمل على س اس 4. هو مديني مفكوك، انت بدل ما حضرتك تفك المفكوك كله وتروح تجيب لي معامل الحد المشتمل على س اس 4 عندي طريقتين للحل. طريقه كنا بنستخدمها في ثالثه ثانوي قبل كده وطريقه اللي هنستخدمها السنه دي. تعال نشوف طريقه ثالثه ثانوي الاول تشوف هتعجبك ولا مش هتعجبك. طريقه ثالثه ثانوي بتعتمد ان انا بنفرض وجود حد عام. بفرض وجود حد كله مجاهيل انا ما اعرفش نظامه الحد ده، وليكن بسميه يا شباب بعتبر ان اس المفكوك نون والدليل ر. انا بالنسبه له كله مجهول، كل حاجه بالنسبه لي مجهوله. طيب انا بفك المفكوك ازاي؟ قلنا الاول اللي هو المفروض س اهو
أس الفرق بينهم يبقى ن ناقص ر. التاني اللي هو 3 أس اللي تحت اللي هو ر. ببدأ أعوض. النون ده بتبقى مين؟ اللي فوق ده بتبقى مين؟ بتبقى أس المفكوك زي ما عملنا في المسائل اللي فاتت اللي هي 6. أدي القاف. الر بالنسبة لي مش معايا، ما أنا لو جبت الر يبقى بالنسبة لي المشاكل كلها اتحلت. طيب المفروض س أس، مش هنا بطرحهم من بعض؟ بطرح دول من بعض، هي انا ر انا ما اعرفهاش، فهنا هتبقى الفرق بينهم هتبقى ن ناقص ر. النون خلاص بستة يبقى 6 ناقص ر. والعدد التاني اللي هو 3 أس ر برضه ما اعرفوش. كده انا واقف على مين؟ انا واقف على الر. اللي معطلني مين دلوقتي؟ الر. طيب هو انت عاوز س أس كام؟ أس 4. يعني المفروض أس س ده يبقى كام؟ يبقى 4. هقول له خلاص يبقى انا هساوي أس السين ب 4، يبقى ومنها الر ب 2. طب لما احط ر ب 2 هيبقى الحل ايه بقى؟ 6 ق 2 س أس 6 ناقص 2 اللي هي 4 في 3 أس 2. هروح أجيب الحل. 6 ق 2 قلنا 6 ق 2 يعني 6 في 7. هكرر اللي فوق مرات اللي تحت. على الاتنين هتبقى 2 في 1. وادي في س أس 4 و3 أس 2 قيمتها 9. طيب ده هتديني 21. يبقى 21 في 9 في س أس 4. عندي 1 في 9 ب9 و2 في 9 ب18 س أس 4. يبقى معامل الس أس 4 كام؟ 189. هي كانت طريقة طويلة مقارنة بالطريقة اللي عندي السنة دي بتاعت ثالث ثانوي، ولكن هي كانت مناسبة لجميع الأفكار. طيب الطريقة اللي عندي السنة دي نفس حل السؤال دي بقى طريقة تانية ثانوي بكالوريا. بص يا باشا، الطريقة ببساطة خالص تعتمد على إيجاد العدد اللي تحت، بس العدد اللي فوق كده كده يعتبر إيه؟ يعتبر معايا، اللي هو أس المفكوك بالنسبة لي هو معايا. كل اللي هنعمله هنيجي رايحين عاملين، هنستخدم قانون هيجيب لي العدد اللي تحت أو العدد اللي تحت. هنستخدم القانون اللي أنا هديهولك ده هيحل معاك أي حاجة أنت عاوزها. أهو العدد اللي تحت هيساوي أس المفكوك، أس المفكوك. يعني احنا عشان نجيب العدد اللي تحت عملنا القصه دي كلها؟ لا، انا هديك قانون يخلص معاك اللي هي دي كلها، يجيب لك العدد كده كده العدد اللي فوق معاك، فانت لو عرفت العدد اللي تحت خلاص المساله اتحلت بالنسبه لك. هنحل مسائل كتير الدنيا هتوضح معاك. أس المفكوك ناقص شرطة كسر الأس اللي انت عاوزه على الأس اللي داخل المفكوك. وانا عارف ان الدنيا مش واضحه قوي بالنسبه لك، بس هوضح لك كل حاجه دلوقتي. انا هنا انا عارف، سيبك بقى من الحل ده خلاص. انا دلوقتي بيديني السؤال اقول اوجد معامل الحد المشتمل على س اس 4. خليك معايا وهوضح لك كل حاجه. يبقى انت عاوز الحد المشتمل على س اس 4، تمام. انا الاول محتاج اعرف مين؟ محتاج اعرف العدد اللي تحت، ده اهم حاجه بالنسبه لي. اللي فوق كده كده معايا بستة، وانا لو جبت اللي فوق اللي تحت ما خلاص خلصت. ما هو الاول بيبقى الفرق بينهم، التاني بيبقى اس الدليل، الموضوع بالنسبه لي منتهي. انت عاوز العدد اللي تحت. العدد اللي تحت سميناه ر. قلنا هيساوي أس المفكوك، أس المفكوك 6 ناقص شرطة كسر الأس اللي أنت عاوزه. هو أنت عاوز س أس كام؟ عاوز س أس 4 أهو، على الأس اللي داخل المفكوك. أس س داخل المفكوك، هو أس س داخل المفكوك كام؟ 1. هيديني 6 ناقص 4 كام؟ 2. نفس الاتنين اللي احنا طلعناها في ثواني. في ثواني. يبقى الحل هيبقى انا معايا الستة اللي فوق اهو قاف، العدد اللي تحت 2. قلنا الاول اللي هو س اس الفرق بينهم 4. قلنا التاني اللي هي 3 اس الدليل كام؟ 2. 6 قاف 2. انا عاوز بقى معامل س اس 4. دي الس اس 4 هو جراح مدرب المعاملات ديت على الآلة الحاسبة او بدماغك اللي يعجبك. طلعت معايا 189. 189. طب حبيبي تعالى بقى ايه نشوف المسائل ديت. نبدأ نشغل الآلة الحاسبة معانا بقى من أول دلوقتي عشان الإنجاز بس. أوجد معامل الحد المحدد في الأقواس.
في المفكوك الاتيه انا عاوز معامل س اس 4 ص اس 4. مستر انت هناك كنت مديني س بس مش صاد. حبيبي احنا هنشتغل دايما على الحد الاول، نعتبر التاني مش موجود. يعني بالنسبه لي كأن ما فيش صاد دي، كأن انا عاوز اجيب معامل مين؟ كأن عاوز اجيب معامل الس اس 4 بس. طيب بسم الله. الاول انا محتاج اجيب اللي تحت، ده اهم حاجه بالنسبه لي اللي هي الر. قلنا الر هتساوي القانون، قلنا اس المفكوك. اس المفكوك عندي 8 ناقص شرطة كسر الأس اللي أنت عاوزه. أنا عاوز السين ب4 يبقى أس 4 على الأس اللي داخل القوس بتاع س يبقى أس 1. إحنا قلنا كأنه مفيش صاد. 8 ناقص 4 لو واحد فعل 4 يديني الناتج 8 ناقص 4 بيساوي 4. يبقى الرقم اللي تحت بالنسبة لها هيبقى كام؟ هيبقى 4. هكتب المفكوك أدي القاف، بكتبك أدي القاف، أدي الحد الأول اللي هو 2 س، وأدي الحد التاني اللي هو سالب ص. القاف العدد اللي فوق كام؟ 8 واللي تحت 4. 2 س بتبقى أس الفرق 8 ناقص 4 4، والسالب ص بتبقى أس اللي تحت. يلا نجمع دنيتنا كده. 8 ق 4 ادي ال 8 شيفت على ادي ال 4 هيساوي 70، يبقى هتساوي 70 في هوزع الأس على القوس 2 أس 4 ب 16 س أس 4 والأس زوجة هيشيل السالب يبقى ص أس 4. هضرب 70 في 16 طلع الناتج معايا 1120 س أس 4 ص أس 4، والمفروض ده اللي هو عاوزه، يبقى المعامل بتاعي كام؟ 1120. فهمت بنسبة 10%؟ تعالى نكمل. دي برضه فيها س وفيها ايه؟ وفيها ص. اعتبر ما فيش ص، انا شغال على مين؟ على السين. انا عاوز السين أس 3. خلاص مفيش مشكلة، يبقى انا هروح اقول له كده الر اللي هو العدد اللي تحت بيساوي أس المفكوك 5 ناقص الأس اللي أنت عاوزه 3 على الأس بتاعه داخل القوس 1. 5 ناقص 3 يديني الناتج 2. يلا ده عندي ادي القاف، وادي الحد الأول اللي هو س، وادي الحد التاني اللي هو سالب 4 ص بشرطه القاف اللي فوق 5 واللي تحت احنا جبناه 2. الأولى بتبقى أس الفرق، التاني بتبقى أس الدليل. يلا جمع. هروح بالآلة الحاسبة واجيب اهو 5 ق يبقى شيفت على 2 يساوي 10 في ادي السين أس 3 هوزع على الأس س أس 3 في هنا هوزع الأسس سالب 4 أس 2 بموجب 16 وصاد أس 2. اضرب يلا المعاملات. 10 في 16 اديني 160 س أس 3 صاد أس 2. هو ده المطلوب فعلا، هيديني 160. يبقى انت لما يجي لك السؤال في س وصاد حبيبي انت هتشتغل كأن ما فيش صاد، والحل هيطلع معاك تلقائي. نكمل. نفس الكلام 2 س أس 2 ناقص 1 الكل أس 6. على فكرة في ناس ممكن تحسبها من غير القانون اللي انا اديته لك، بس القانون ده يعني ايه ممكن يكون متاح يعني لجميع افكار الطلاب. هيبقى قانون لكل الطلاب، يعني اي طالب هيستوعب القانون عادي. طيب احنا عاوزين الحد المشتمل على س أس 6. اول حاجة هنروح نجيب الحد اللي تحت الر. قلنا هيساوي أس المفكوك اللي هو 6 ناقص شرطة كسر الأس اللي انت عاوزه على الأس داخل القوس يبقى 6 على 2. هيديني 6 ناقص 6 على 2 فيها 3 ويكون الناتج 3. خلاص ادي القاف وادي الحد الاول وادي الحد الاخير. طبعا كل حاجه بتتحط باشارته يا شباب. القاف اللي فوق اس المفكوك 6 واللي تحت احنا جبناه ب3. الاولى بتبقى اس الايه؟ اس الفرق، والتانية بتبقى اس الايه؟ اس اللي تحت. يلا شغل آلتك. 6 قاف يبقى شيفت على 3 يساوي 20. يبقى دي ب 20 تساوي 20 في هوزع الاسس 2 اس 3 اديني 8 س اس داخلي في خارجي يبقى س اس 6 في سالب 1 اس 3 الاس فردي تفضل سالب 1. 20 في 8 في ادي الس اس 6 هي اللي انا محتاجها، وهضرب المعاملات في بعض. 20 في 8 2 في 8 ب 16 في سالب 1 يديني سالب 160، وهذا هو المعامل المطلوب. تعالى على السؤال اللي بعده. اظن الدنيا واضحه مفيش اي مشكله. هو بيديني اس المفكوك، انا اهم حاجه بالنسبه لي العدد اللي تحت، لو جبته
خلاص انا جبت الحد اللي انا محتاجه. انا بدل ما افك المفكوك كامل واروح ادور على الحد اللي انا محتاجه، لا انا بستخدم الطريقه دي. طب الطريقه دي بتعتمد على ايه؟ على ايجاد الدليل اللي تحت، العدد اللي تحت اللي هو الري. لو جبته خلاص، اهم حاجه بالنسبه لك تجيب الري. بعد ما تجيب الري طبق القانون هتلاقي الحد طالع معاك تلقائي. هنا يلا انا عاوز المشتمل على س اس 4، يبقى انا اروح الاول اجيب له الري. الري بتساوي اس المفكوك اللي هو 5 ناقص شرطة كسر الأس اللي أنت عاوزه 4 على الأس اللي داخل القوس 2 على أس السين. أنا شغال على السين، هيديني 5 ناقص 4 على 2 فيها الاتنين يطلع كام؟ 3. أدي القاف أهي، وأدي الحد الأول أهو، وأدي الحد الأخير أهو. القاف اللي فوق 5 واللي تحت 3. الأول أس الفرق بينهما، التاني أس الدليل. الكلام ده هيساوي، هروح أجيب 5 قاف 3 هتطلع معايا ب10. في هبدا اوزع الاسس 3 اس 2 ب9، س اس 2 الكل اس 2 هضرب داخلي في خارجي يبقى س اس 4. 10 اس سالب 3 يديني ناتج سالب 10 في 9 ب 90 في سالب يديني سالب 90 س اس 4. انا عاوز معامل س اس 4 اللي هي بسالب 90. اتمنى الفكره دي تكون واضحه ما فيهاش اي مشكله. هي تعتمد على ايجاد الحد اللي فين؟ الحاجه اللي تحت، العدد اللي تحت. العدد اللي تحت بيجي ازاي؟ اس المفكوك ناقص شرطه كسر الأس اللي أنت محتاجه على الأس اللي داخل القوس. الدنيا بالنسبة لي تبقى تمام التمام. تعالى هنا عندي س وصاد. أنت يا مستر قلت مش هشتغل ولا كأن في صاد، هشتغل على السين. يعني أنت عاوز س أس 3، هروح أجيب الر بتساوي أس المفكوك ناقص شرطة كسر اللي أنت عاوزه على الأس بتاعه داخل القوس. أنا عاوز س أس 3 على الأس بتاع السين داخل القوس. 5 ناقص 3 2. أدي القاف، وادي الحد الاول وادي الحد الثاني بشرطه. القاف هتكتب لها فوق 5 تحت 2. الاول اس الفرق بينهم، الثاني اس اللي تحت. بس 5 قاف 2 ب10، س اس 3 في سالب 4 اس 2 سالب 4 في سالب 4 يديني موجب 16 صاد اس 2. 10 في 16 160 س اس 3 صاد اس 2 وهو المطلوب. اللي بعد كده عاوز مفكوك، عاوز مفكوك كامل. يلا افتكر معايا كنا بنفك ازاي؟ كنا بنقول يلا 4 نبدأ بالصفر، قاف صفر، الأول ألف أس الفرق بينهما، التاني ب أس الدليل صفر. ومعلومه يعني اعرفها لك، الحد الاول اصلا بدل اللي دي كلها الحد الاول بيكون الحد الاول الاس اللي عندي. يعني ده هتبقى في الاخر الف اس 4، ما 4 قاف صفر بواحد وهي حاجه والصفر بواحد. والحد الاخير بيبقى الاخير اس 4 او اس 5 على حسب بقى الاس اللي عندك. ما علينا خلينا نفكها كده وخلاص. يلا همشي 4. بص مجموع الاس هلاقي 4. 4 قاف 1، الاول اس الفارق 3، الثاني اس الديل 1 زائد 4 قاف 2، الأول أس الفارق 2، التاني ب أس اللي تحت 2 برضه. مجموع الأسس دايما هتلاقي 4. اجمع الأسس دايما هتلاقيها واخدة أس المفكوك زائد 4 قاف 3، الأول أس الفارق 1، التاني أس الدليل هيبقى 3. آخر حاجة بالنسبة لي 4 قاف 4، الأول أس الفارق يبقى أس صفر الفرق بينهما، والتاني أس اللي تحت هيبقى 4. قلنا 4 قاف صفر بواحد واي حاجه والصفر بواحد فيدينا الف اس 4 زائد 4 قاف 1 ب4، وادي الالف اس 3 وادي البي اي حاجه مش عارفها هاتها بالاله الحاسبه. 4 قاف 2 يعني 4 في 3 على 2، 4 في 3 ب 12 على 2 فيها 6، وادي الالف اس 2 وادي البي اس 2. دي مسائل سهله. 4 قاف 3 الناتج هيدينا 4 الف ب تكعيب. 4 قاف 4 بواحد، اي حاجه اس صفر بواحد يديني بيه اس 4. تعال على اللي بعده. مفكوك 5 يبقى يطلع 6 حدود. هيبقى عندي يلا 5 قاف صفر، الاول س اس الفرق بينهما 5، الثاني بالاشاره سالب 2 اس الدليل صفر. شويه حاجات نعرفها على المفكوك اللي قلناها. ده سالب يبقى تلاقي الاشاره ماشيه بتبدل مره موجب مره سالب. انت بتفك عادي، هي في الاخر في التجميع تطلع معاك كده زائد اللي على الدور يبقى 5 قاف 1
الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 4، التاني -2 اس اللي تحت 1، اللي عليه الدور هيبقى 5 ق 2. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما هيبقى عندي 3، التاني اللي هو -2 اس الدليل اللي تحت 2، اللي عليه الدور هيبقى 5 ق 3. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 2، التاني اللي هو -2 اس الدليل 3، اللي عليه الدور هيبقى 5 ق 4. الاول اللي هو س اس الفرق بينهما 1، التاني -2 اس الدليل 4، اخر حاجه هتبقى 5 ق 5. الاول اللي هو س اس 0، والتاني هيبقى -2 اس 5. نبدا نجمع. 5 ق 0 بواحد، اي حاجه اس 0 بواحد يتفضل لي س اس 5 زائد او ناقص عشان دي سالب يعني. 5 ق 1 قلنا ب5 في -2 ب-10 س اس 4 زائد 5 ق، ممكن نضرب على طول بقى، يعني دي س اس 3 اهي س اس 3، فانت ممكن تروح على طول عليها الحاسبه، ادي 5 ق كام؟ انا هنا ق 2 في على طول مره واحده -2 اس 2، اديني ناتج على طول بقى، على طول يبقى 40 زائد، او دي بقى تبقى ناقص عشان احنا اللي بنمشي واحد زائد واحد ناقص، واحد زائد يبقى اللي جاي ناقص. تعال نجيبها على طول، ادي السين اس 2 هحطها في جنب، هيبقى عندي دي بقى ايه؟ 5 ق، هو مش همسح اي حاجه هخليها 3، وده هتبقى -2 اس 3، ده كل اللي احنا هنعمله -2 اس 3 يطلع ناتج -80. طيب على الدور 5 ق 4، ادي السين اهي، هروح اجيب كل اللي هعمله هخلي ديت 4 وديت اس 4، يطلع الناتج برضه 80 بس هتبقى بالموجب. طيب اخر حد بالنسبه لي 5 ق 5 بواحد، س اس صفر بواحد، -2 اس 5 يديني -32. طيب السؤال اللي بعده، يلا فك برضو المفكوك ده، هقول له ده سهل خالص اهو، 5 ده نفس اللي احنا فكينه، ده نفس اللي احنا فكينه. تعالى هنا 2 س ناقص 3 ص، ركز قوي في المفكوك اللي جاي ده. تعالى يلا هنبدا الاول اهو بالحد الاول اللي هو 6، هيبقى 6 ق 6 ق 0. الحد الاول اللي هو 2 س هيبقى اس الفرق اللي هو 6. الحد الثاني باشارته -3 ص هياخد اس الدليل زائد، هيبقى عندي 6 ق 1. الحد الاول اللي هو 2 س هيبقى اس الفرق 6 ناقص 1 5. الحد الثاني باشارته هياخد الدليل اللي تحت اللي هو 1 زائد اللي عليه الدور 6 وهكذا بقى 6 ق 2. الحد الاول اس الفارق 4، هتلاقي اصلا الحد الاول ماشي 6 5 4 3 وهكذا. الحد الثاني اللي هو -3 ص هياخد اللي تحت زائد 6 ق 3. الحد الاول اللي هو 2 س اس 4 هياخد الفرق بقى يبقى اس 3. الحد الثاني اللي هو -3 ص هياخد اللي تحت اللي هي 3. ركز في السؤال ده عشان فيه حسابات كتير اصلا. اللي عليه الدور هيبقى عندي 6 ق 4. الحد الاول اللي هو 2 س اس الفارق يبقى 2. الحد الثاني اللي هو -3 ص هياخد اللي تحت يبقى 4. 6 ق 5. الحد الاول اللي هو 2 س هياخد الفرق يبقى 1. الحد الثاني اللي هو -3 ص هياخد اللي تحت اللي هي 5. اخر حد بالنسبه لي 6 ق 6. الحد الاول اللي هو 2 س هياخد الفرق 0. الحد الثاني اللي هو -3 ص هياخد 6. وبالمناسبه حضرتك لازم تكون عارف ان ده سالب يبقى يطلع واحد موجب وواحد سالب. اي حاجه اس 0 بواحد و6 ق 0 بواحد، هروح اجيب 2 اس 6 عندي هتبقى 64 س اس 6. ركز معايا في الباقي، شوف انا هعمله ازاي. الاول تعالى نخلص السينات الاول. المفروض هنا السين اس كام؟ السين اس 5 والصاد هنا اس كام؟ اس 1. تعالى بقى ناخد المعاملات كلها. المعاملات عندي 6 هنعملها مره واحده، 6 ق 1 في، بص بقى
المعامل دي كام؟ اهو سالب 3 اس 4. ما المفروض انا هوزع، انا فوق معلش 6 ق 1. احنا خدنا س اس 5، المفروض برضو عندي 2 اس 5، يبقى في 2 اس 5 اهي الفا اس 5. لا مش دي، 2 اس 5 ب 32 ولا مزعلين نفسنا. في المفروض عندي سالب 3 اس 1، يبقى في سالب 3. يطلع الناتج سالب او سالب 576. خش على الحد اللي بعده. ادي عندي الحد اللي بعده طبعا اكيد هيبقى موجب. تعالى ناخد السين والصاد الاول. ادي السين هتبقى اس 4 والصاد هتبقى اس 2. تعالى بقى نجيب مين؟ نجيب المعاملات. عندي 6 ق 2، 6 ق 2. حلو. 6 ق 2 في 2 اس 4. 6 ق 2 6 ق 2 في 2 اس 4. 2 اس 4 جايبينها ب 16 من شويه، 16 في سالب 3 اس 2 يبقى في 9. يطلع الناتج 2160. طيب زائد، تعال ناخد السينات الاول. السين هتبقى اس 3 اهو، ادي السين اس 3. دي مش هتبقى زائد، ده هتبقى ناقص عشان مره موجب مره سالب. السين هتبقى اس 3 والصاد كمان اس 3، فيبقى عندي 6 ق 3. يلا اهو ما نعدلش كله بقى. 6 ق 3 برضو مش عاوزين نعدل كل ده بالنسبه لنا. 6 ق قلنا 6 ق 3 2 اس 3. ادي 2 اس 3 في سالب 3 اس 3. ادي السالب 3 اس برضو 3. طلع معايا الناتج سالب 4320. ادي السالب اهو، يبقى 4320. خش على الحد اللي عليه الدور. الحد اللي عليه الدور هيبقى زائد اكيد. هات لي السينات الاول. هات لي السينات الاول. هتبقى س اس كام؟ تبقى س اس 2. هتبقى ص اس كام؟ هتبقى ص اس 4. يلا مش هنعدل اي حاجه، احنا هنخليها 6 ق بدل 3 هتبقى 4 اهو، كل حاجه مكتوبه. بدل 2 الاثنين هنا هتبقى 2 اس كام؟ 2 اس 2، يعني ده هيخليها 2 اس 2. طيب والسالب 3 اس كام؟ اس 4 اهو. يطلع الناتج 4860. الحد اللي عليه الدور هات يلا السينات الاول. هيبقى ناقص طبعا. ادي السين معلهاش اس هتبقى س، والصاد هتبقى اس 5. تعالى يلا نجيب المعاملات. هيبقى 6 ق 5، كل اللي هعمله هخلي دي 5، والاثنين ديت هتبقى اس 1 اهو، مفيش اس خالص يعني. والسالب 3 هتبقى اس 5. اس 5 سالب، ادي السالب كتبناه، يبقى 2916. اخر حد بالنسبه لي اكيد هيبقى موجب عشان هي ماشي مره كده ومره كده. اي حاجه والصفر بواحد. 6 ق 6 بواحد. الصاد هتبقى اس 6 والسالب 3 بس هي اللي هتبقى اس 6، يعني همسح كل ده وده هتبقى اس 6. يطلع 729. 2 ألف تربيع ناقص 1 الكل أس 5. يلا هيبقى عندي 5 ق 0. الأول 2 ألف أس 2 أس الفرق بينهم يبقى 4، يبقى 5. التاني كده كده التاني أس 0 مش هتفرق بقى. زائد 5 ق 1. الأول اللي هو 2 ألف تربيع أس 5 ناقص 1 هيدينا 4، والتاني اللي هو سالب 1 أس الدليل هيبقى 1. زائد 5 ق 2. الأول اللي هو 2 ألف أس 2 أس الفرق بينهما 3، والتاني اللي هو سالب 1 أس الدليل هيبقى 2. زائد 5 ق 3. الأول اللي هو 2 ألف تربيع أس الفرق بينهما 2، التاني هيبقى سالب 1 أس الدليل 3. مجموعهم خمسات، لازم مجموعهم يبقى خمسات. 5 ق 4. الأول يبقى 2 ألف أس 2 أس الفرق بينهما 1، التاني أس الدليل 4. زائد آخر حد بالنسبة لي اللي هو الحد السادس 5 ق 5.
الاول هيبقى 2 الف تربيع اس الفرق بينهما صفر، والتاني هيبقى سالب 1 اس 5. يلا نظبط الدنيا، تعال ناخد المعاملات وندرب الدنيا في بعضها. طبعا 5 ق صفر اي حاجه ق صفر بواحد، هيبقى عندي 2 اس 5. 2 اس 5 ب 32 الف تربيع الكل اس 5 اضرب داخلي في خارجي يديني الف اس 10 زائد، هو هتبقى ناقص 5 ق واحد. 5 يلا اهو هنأسس بس واحده والباقي نمشي عليها كلهم. 5 ق اهي واحد في، احنا هنا في 2 اس 5. 2 اس 5 مش اس 2. 2 اس 5. 5 ق واحد في 2 اس، احنا فين؟ احنا في 2 معلش، احنا عملنا الاولى دي خلاص، احنا هنا 5 ق واحد في 2 اس 4. تعال نخلص الالف الاول. الف داخلي في خارجي يدينا الف اس 8. ندرب المعاملات بقى، يبقى 5 ق واحد في 2 اس 4 في 2 اس 4 الكلام ده مضروب فيه سالب واحد. المفروض سالب واحد اس واحد في سالب واحد اهو، يطلع ناتج سالب 80 اهو. خش على الحد اللي بعد، خلاص خلصنا ده. تعالى هنا، تعالى نتخلص الالف الاول. الف اس 2 اس 3 يديني الف اس 6. طب دي سالب يبقى اللي عليها الدور موجب. يلا مش هنعدل اي حاجه، هنخليها 5 ق 2 اهي. اكتب واحده بس على الاله واعدل الباقي. 5 ق 2 2 اس 3 بدل 4 تبقى اس 3 3 سالب 1 اس 2 اهو 80. خش على، خلاص خلصنا ده. خش على الحد اللي بعده، هات لي الالف يلا. طبعا ده ادي سالب موجب يبقى على الدور كده يطلع سالب. الف اس 2 اس 2 يعني الف اس 4 داخلي في خارجي. يلا يبقى عندي 5 ق 3. الاثنين هتبقى اس 2. الفرق بينهم الاثنين هتبقى اس 2، والسالب 1 هتبقى اس 3. سالب 40 اهو. اللي على الدور تحت اهو. تعال نجيب اكيد زائد. تعال نجيب الالف الاول. الف اس 2 ما عليهاش حاجه فهتبقى الف اس 2. هعدل بس هتبقى 5 ق 4. 2 اس مفيش خالص، يبقى 2 بس. سالب 3 اس 4 يطلع الناتج موجب 10. اخر حد بالنسبه لي 5 ق 5 ق 5 بواحد. اي حاجه اس صفر بواحد. سالب 1 اس 5 بسالب 1. اخر سؤال بالنسبه لي بيقول لي اذا كان المفكوك ده بيديني الشكل اللي قدامي ده، اوجد قيمه ا زائد ب زائد ج. ا زائد ب زائد ج هو عاوز مجموع معاملات المفكوك. ولو عاوز مجموع معاملات المفكوك كل اللي هعمله نضع السين بتساوي 1. ده حل سريع خالص، بس انا عاوزك في البيت، يعتبر ده سؤال عليك واجب يعني، تفك لي المفكوك ده وتقول لي الالف بكام والب بكام والجيم بكام والدال بكام، يعني تطلع لي المجاهيل ديت وتجمعهم. شوف هيطلع نفس الناتج اللي احنا طلعناه ولا لا. لايجاد مجموع المعاملات المفكوك نضع س بواحد. فانا كل اللي هعمله احط هنا س بواحد، فيبقى 1 زائد 1 الكل اس 5 هيديني 2 اس 5 يطلع الناتج 32. كده الحمد لله نكون خلصنا الدرس الاول في منهج البكالوريا. استنونا في حصص تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.